سلام الخوت، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده اليوم ان شاء الله. واخا تعطلت شويه، المهم جبت لكم الحلوه الاصليه ديال البليغات اللي كنا كناكلوه في صغرنا. تبارك الله كنت كنحماق على هاد الحلويه. انا بعدا اول مره كي ذقتها، راه ما نكذب عليكم، بقات لحد الان بين عينيا ولحد الان باقيه انا كنبغيها. هاد الحليوه هادي ذقتها في صغري اول مره وخديناها منين كليتها اول مره وعجبتني. حلفت من بعد، حلفت حتى غادي نتعلم لها. المهم خدينا الطريقه، تعلمناها. كنا كنديروها، كانوا كيديروها الجيران، هما الوالده، العائله، الناس. وهادي شحال قبل ما تنتشر في اليوتيوب وكاع الناس يعرفوها، راه كنا كنديروها، ولكن كيديروها بهذه الطريقه هذه. ما فيها لا نافع، ما فيها حتى شي حاجه من داكشي كامل. غنوريكم. عندي رابعه ديال الزبده، رابعه ديال الزبده هي اللي كندير. وما نكذبش عليكم، راه كنت صورت واحد المره هاد البليغات نيت، وقلت غادي نشارك معكم هاد البليغات. وكنت درت واحد الفيديو بواحد الطريقه اخرى اللي هي غير ديال 4 المعالق ديال الزبده، وفيها النافع وفيها حبة حلاوة. وقلت ارى نجرب هاد الطريقة الجديدة اللي ولاو دابا كيديروا. صراحة ما جاتنيش زوينة، ودرت فيديو من بعد مسحت وقلت لا، ما غاديش نحط شي حاجة اللي ما كتجيش زوينة، من الاحسن بلاش. هذه الطريقة هي القديمة اللي كنا كناكلوها في صغرنا. من بعد تعلمتها من عند العائلة، الناس كانوا كيديروها قديمة، ماشي جديدة. عندي ربعة زبدة مع الجو بارد. سخنت غير واحد شويه، غير دفيتها، النص كيدوب والنص كيبقى تقريبا. وكان معاكها مع واحد القبيصه ديال الملحه، كان معاكها مزيان مزيان مزيان. وعاد غادي نزيد لها الجنجلان كما قلت لكم. يعني هذه هي الاصليه، هذه هي الطريقه اللي كيديروها. الا درتو فيها النافع ودرتو فيها حبه حلاوه، راه جربتها انا بحبه حلاوه بالنافع ما عجبتنيش. وبربعه المعالق ديال الزبده صراحه جات يابسه كارمه، ما فيها لا مذاق لا نكهه لا حتى شي حاجه. ومن بعد انا ما يمكنليش نحط شي حاجه اللي ما غاديش تعجب، اللي غادي الناس راكم عارفين كتخسري القوام ديالك وتبارك الله غير الزيت كيتقلى فيها وشحال من حاجه والوقت ومن بعد تحط شي حاجه ومن بعد الناس يضيعوا فيها. انا ما نحطش شي حاجه اللي غادي نضيع فيها الناس، والله العظيم ما نحطش شي حاجه اللي نتوما غادي تضيعوا فيها. انا بقيت غاديه في الهضره ونسيت نقول لكم بان غديروا زلافه ديال الجنجلان. زلافه عامره، مع كاينه زلافه اللي هي كتكون صغيره وزلافه اللي كبيره. هذه زلافه كبيره عامره، كندير عليها داك المعلقه ديال القرفه اللي غربلت، كنزيد معاها الدقيق وكنبقى كنحربل كما كتشوفوا. كنبقى بحال كنرمل داك الدقيق مع الجنجلان ومع الزبده حتى كتشرب لي الزبده مزيان في الدقيق كيشرب داك الزبده، ما كيبقاش نهائيا الزبده. هذه هي الطريقه اللي قلت لكم اللي هي صحيحه. الدقيق على حسب الخليط وعلى عينكم ميزانكم، نتوما كديروا الدقيق داكشي على حسب الدقيق اللي كيتشرب. كاين اللي كيتشرب، كاين اللي كاين لا. هنا كنبقى بحال كنرمل داك الدقيق حتى تلقاو الدقيق شرب داك الزبده. من بعد غتخليه واحد نص ساعه على الاقل، خليوه ما فيها باس، ما فيه لا حتى شي حاجه، يعني شي حاجه اللي غتضيعو. خليوه ديروا شي حاجه اخرى، جمعوا الروينه اللي كتكون دايره بكم. راه ضروري روينه كتكون دايره باي حاجه درناها في الكوزينه دغيا كتقلب بعدا. ها نتوما كما كتشوفوا رملت داك الزبده مع الدقيق مع هذا مع الجنجلان، كتولي ناشفه. المهم كتنشف مزيان حتى تجمعوا، وعاد رجعوا عجنوها باش كتشرب وكتجي لكم فتيه وزوينه وبنينه، حتى المذاق كيكون فيها. هنايا بعد ما خليتها واحد شويه ارتاحت، كنزيد هاد 2 خميرات حمرين. راه خليتها واحد 10 دقائق انا مع مزروبه، ما مشى عليا نيت الحال، الوقت مشى وما كنتش كاع ناويه نديرها في هذا النهار هذا، ولكن كل مره اش كيوقع. المهم كندير هاد الزلافه ديال الحليب باش كنعجنوها، باش زلافه ديال الحليب
وكاس ديال المزهر، انا غندير مزهر، وربع كاس ديال الخل. هذا اللي كندير فيها، وكنبقاو كنجمعوها داك الشيء على حسب. ها نتوما كاس ديال الخل، كنستمروا بحال هكا كنجمعوها. صراحه كتجي بنينه هاد الحلوه كما قلت لكم، كليناها وحنا صغار من تما وكتعجبني انا. بعدا اي حاجه كليتها في صغري ما عرفت واش نفسيه الانسان ولا المهم اي حاجه كليناها صغار والا كتبقى في البال والله. من بعد هانتوما كيما شفتوا راه تبارك الله غير الكاس ديال المزهر مع 4 كاس ديال الخل مع داك زلافه ديال الحليب، تبارك الله رجعت هي هذيك. ولكن انايا زدت واحد شويه ديال الدقيق حيت بغيتها تكون شويه قاصحه. كما كتشوفوا هانتوما شتي هذه اللي طلقت بيديا كتشرب داك الزبده، كتولي كتشرب. هذه غادي نطلقها وغادي تولي بحال حتى هي غادي تشرب. هانتوما القوام ديالها كيفاش كيجي على هذا القوام، ما تكونش مطلوقه، ما تكونش قاصحه لواحد الدرجه، تكون على هذا القوام هذا. كنديرها في هذا البلاستيك هادي وكنخليها ترتاح حتى كنغسل يديا ونجمع الرواون. وعاد غادي نبقى هنايا غسلت البوطاجي بالخل، ضروري كيعقم الخل، غسلوه ملي تبغيو تخدموا. هنا درت واحد شويه دقيق، ولكن من بعد ما غاديش ندير الدقيق حيت علاش عندي العجينه كما قلت لكم هي هذيك ما جارياش. ولكن الا نتوما شفتوها مطلوقه العجينه حاولوا تزيدوا الدقيق فاش تكونوا كتطلقوها بالمدلك. هنايا عندي هاد الشكل هذا راه ما غاديش نديرو، انا ندير الشكل القديم اللي كنا كناكلوها كما قلت لكم. هذا غير الشكل كنوريه لكم، وكاين بزاف الاشكال ولكن ما كاينش بحال البليغات بصح، يعني داك البليغه الطريقه اللي الاصليه ديالها. هاد الطريقه هذه الا بغيتو نتوما ديروها الطريقه حتى هي كتجي بحال شكل البليغات، المهم بحالها. وحاولوا باي طريقه ديروا العجينه، حاولوا ترقوها مزيان 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 مزيان. هنايا انايا حيدت من البوطاجي كيعذب شويه، درت فوق الطبله هي اللي كتريح، ما كاينش بحال بنادم يكون اي حاجه يديرها وفرح حتى ماشي في العذاب. هنايا طلقت هاد العجينه فوق الطبله وتبارك الله رققتها مزيان. حاولوا ترقوها. وهانتوما كما كتشوفوا كنقطع شرائط، انا ما عبرت ما درت حاجه عيني ميزاني، قطعت. انا كنبغي الحلوه تكون شويه كبيبره، تكون صغيره، حتى فاش كتحطوها في الطبسيل كتبان الحلوه وكتجي واحد المنظر اللي هو زوين. هنا من بعد قطعت داك الشرائط. هانتوما عينكم ميزانكم، كاين اللي كيبغي الحلوه صغيره، داكشي كل واحد شنو كيبغي. من بعد كنقطعوها راكم عارفين هذا الشكل هذا راه معروف وكل شيء عارف يديروا. غير حاولوا الله يخليكم تضغطوا عليها مزيان 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 باش ما تحلش منين تكونوا كتقليوها. من بعد غادي نخدمها كلها ونحطها هكا كما كنديروا للشباكيه العاديه. كنحطوها وكنخليوها حتى كتنشف واحد شويه وحتى نساليو ونجمعوا الروينه كما قلت لكم. وعاد كنرجعوا نقليوها. دابا اش كندير هنا، هذه لقيتها غليظه كنرجع نطلقها بالمدلك. عاوتاني هاد الشريط عاوتاني حتى هو غليظ، كنطلقوه بالمدلك كما كتشوفوا كنخدموا. هنايا الزيت ولا بد يكون كتنقصوا البوطه، ما تكونوش كتجهدوا البوطه، راه دغيا كتحرق وكتبقى من الداخل ما طيباش. طيبوها على المهل. وحاولوا الا عندكم الفورنو وكديروا واحد الكميه ولا غديروا واحد الكميه، من الاحسن حطوا فورنو، ديروا كرسي وجلسوا وطيبوا على خاطركم. هاد الوقوف راه كيعذب وكيبقى الظهر يضر والله. راه العيالات كل مساكن كيعانيو مشكل ديال وجع الظهر ووجع سبب هاد البوطاجي هذا اللي والله. المهم هنايا كنطيب بشويه
في الاول نقصوا البوطه، منين تحسوا بالزيت سخن نقصوا شويه البوطه، منين تشد في راسها مثلا زيدوا شويه البوطه، غير شويه ماشي بزاف، صافي حتى كتحمر، ما تحمروهاش بزاف عاوتاني يجي داك اللون ديالها غامق. انا ما كيعجبنيش بعدا الحلوه تكون لونها يكون هي اللون ذهبي زويون. من بعد ما كطيب راه كلشي كيعرف هاد الطريقه هادي، ما كاينش اللي ما يعرفش هاد الطريقه هادي واخا يكون اول مره غيبدا. المهم درناها في هاد العسل، هاد العسل اللي درت معكم شاركت معكم، شوفوا تبارك الله الحلوه كنديرها في هاد العسل سخونه، ولكن العسل كتبقى قاصحه هانتوما كما كتشوفوا. على داكشي قلت لكم انايا في الفيديو اللي درت فيه العسل يكون قاصح، ما يكونش قاصح بزاف تيتحرق، غير باش منين تكونوا كديروا الحلوه تبارك الله كتلصق وكتشرب وكتجي زوينه. هنا بالنسبه للتزيين انا نتوما كديروا كل واحد شنو كيدير، كل واحد اش كيدير. كاين اللي كيدير اللوز، انايا درت فيها التمر، جبت هاد التمر هذا، نتوما جيبوا داك التمر رخيص ماشي ضروري الغالي، هاد التمر هذا حتى هو راه رخيص ثمنه زويون. دابا ملي كيقرب رمضان كلشي كيغلى دي ماشي مشكل. المهم هنايا غسلت هاد التمر غادي نفورو، حيدتلو داك العظم ديالو نقيتو، جبت هنايا الكركاع درت هذاك التمر يتفور كما كتشوفوا معايا، غادي نديرو يتفور تيتفور مزيان، راه دغيا كيتفور، هو اصلا التمر ما كيحتاجش بزاف طياب. هنايا هاد الكركاع هذا انا كيعجبني الكركاع اكثر من اللوز. هنا هاد الكركاع هذا حمرته واحد شويه باش نحيد له شويه القشره. الكركاع القشره ديالو كتكون مره شويه، نحيد له داك القشيره. هنا كنحاول نمعك هاد، حنا كنقولوا نمعك، نتوما اللي عجبكم. المهم انا ديال هضرتي اللي لقيت ما نقول لكم معستو معكتو، المهم ولا طحنوه ولا ورا دغيا كيتطحن، المهم ماشي مشكل كيف ما درتوله. غادي نخلطوه مزيان حتى غادي يولي عجينه، ومن بعد غادي نضيف عليه هذاك الكركاع اللي انا طحنت الكركاع حتى هو غير هرمشتو ماشي طحنتو بزاف كما كتشوفوا. وغادي نزيد عليه واحد المعلقه ديال القرن، لا يا ربي بالي مع القرنفل ندير واحد المعلقه ديال القرفه. الا بغيتو القرنفل راه حتى هو كيتواتى مع هاد التمر، انا ما عنديش القرنفل طحنوه واحد شويه وديروا الراس المعلقه، ما تكثروش بزاف. هانتوما كتشدوا داك البليغه كتعمروا لا داك القنيات، بغيتو كيف ما بغيتو نتوما ديروا كيف ما عجبكم. المهم انا غادي ندير هاد، بغيتو ديروا هاد الطريف هاد القنيات هذا ديروه بالتمر، بغيتو القنيت الاخر ديروا فيه اللوزه اللي عجبكم. كاينين الناس اللي ما عندهمش الدروس، كاين اللي ما يقدرش على داك اللوزه بعدا كامله ياكلها كتجي قاصحه، زوين له التمر، ولا ديروا النص مثلا بالتمر بحال هاد الطريقه والنص باللوز، وكل واحد يهز داكشي اللي هو كيبغي واللي هو كيناسبو. هذا الشكل النهائي ديال هاد البليغات هادو، كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تجربوهم ان شاء الله غادي يعجبكم. والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر.